يا جماعة المغرب جهزوا حالكم، كندا جاي تطلعكم نهار السبت. المغرب وكندا؟ كندا. شو يعني كوني شو يعني؟ منتخب المغرب ده 3-0 على كندا. هم يا رجل، المغرب تواصل كتابة التاريخ. المغرب تواصل كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم. يا ساتر يا المغرب، شنو هذه القوة، شنو هذه السطوة، شنو هذا الإبداع يا منتخب المغرب. خلاص المغرب لربع النهائي. احترموا عقولنا يا مغاربة. مش 1 ولا 2، دول بالثلاثة يا حبيبي، بالثلاثة. كيف خلاها لويس إنريكي؟ مادري ميا دي دونde sale sto muchacho دي donde sale النمرو 8 النمرو 8. اللي راهنوا على سقوط المغرب بالشوط الاول وينكم؟ بدي اشوفكم. هذا المغرب لا يسقط، هدول ابناء الملك محمد السادس لا يسقطون. وايش قربك للويد يا كندا؟ وتبقى الاسود اسود وكندا كندا. المغرب يواصل كتابة التاريخ، والله انهم فخر العرب، والله انه منتخب ترفع له القبعة. المغرب بتفوز 3-0، أسود الأطلس بيعملوها وبيتأهلوا من ال8 الكبار. ايه دول يا جدعان؟ ما بيأثرش فيهم حاجة خالص، والله العظيم. ايه ده؟ دول مش طبيعيين، والله ما طبيعيين. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان؟ احنا المصريين شجعناكم مفيش فايدة، حسدناكم مفيش فايدة. المغرب الكبير يفوز على كندا ويحجز مقعده في دور الثمانية. ألف مبروك للشعب المغربي والجمهور المغربي والجمهور العربي. كبيرة يا المغرب، ولادك كبار. الثالث 3 1 2 3 مغرب دور الثمانية. 1 2 3 مغرب دور الثمانية. 1 2 3 مغرب دور الثمانية. شكرا اخويا ابراهيم، والله يتدار احسن ماتش ديال ابراهيم. تا ما تماركيش ودير لي كروس. رسميا المنتخب المغربي إلى دور الربع النهائي عن استحقاق وعن جدارة. يا جماعة المغرب عم بتقدم متعة كروية تحس البرازيل 2002 أكلوهن أكل لكندا. منتخب المغرب بيستمر بكتابة التاريخ. لما يكون عندك حارس بقيمة ياسين بونو فما تخاف من شيء. بس انت توقعت 3، هي ال3. فرحة المغرب، فرحة الأسود، فرحة الأسود، فرحة الأسود، فرحة الأسود لدور ال8. ايه يا وناح الهدف العالمي ده؟ واحد من اجمل الاهداف ومن اجمل الجمل اللي ممكن تشوفها. لا هي ممكن تكون أذكى ركلة حرة مباشرة في المونديال لحد الآن. عينكم على اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وكأني كان رح يرفع الكرة أو يسددها، ولكن خادع الجميع ولعب تمريرة ولا أجمل إلى أوناحي بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد. أوناحي انتهى الكلام. أفضل قاطع كرة، أفضل ممرر، أفضل صانع، أفضل مسجل. تبارك الله ما شاء الله عليك يا عز الدين أوناحي. أكبر نتيجة في الأدوار الإقصائية لمنتخب عربي في كأس العالم، 3-0 على صاحب الأرض والجمهور منتخب كندا. والله جنود اللي سواه المغرب، جنود. المغرب رايح لنهاية كأس العالم يا جماعة. هذا المنتخب الوحيد اللي تحس أنه عنده ثقل في أرضية الملعب. هذا المنتخب الوحيد اللي تحس لاعيبته ما شاء الله تبارك الله، لاعبين خارقين جدا يا جماعة. المنتخب المغربي ما راح يوصل بعيد في كأس العالم. أنا مستغرب من البعض اللي يقلل من قيمة المنتخب المغربي. اليوم النحلة أوناحي قدم مباراة تاريخية ولسع المنتخب الكندي على أرضية ميدانهم، وكملها رحيمي وأطلق عليهم رصاصة الرحمة. على التوالي يصعد إلى دور ال8 وبيثبت للعالم كله إنه هو طلع رابع عالم مش صدفة. حبيبي يا بونو يا عسل، يخرب بيت جمالك. المغرب ما يطارد التاريخ، التاريخ هو اللي يطارد المغرب. تاريخي وللتاريخ
منتخب المغرب يصبح أول منتخب عربي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة عبر تاريخ كأس العالم. تأهل منتخب المغرب بيبين لك ان 22 ما كانتش بالصدفة لما المغرب وصلت لنص النهائي. المغرب بيستمر في كأس العالم لحد دلوقتي الى الدور الثمانية. حزين جدا طبعا على اسماعيل سيباري هداف المنتخب المغربي على الإصابة بتاعته، ويا رب تطلع إصابة بسيطة ويلحق الماتش الجاي. طلعوا على كندا، على كندا فازوا على كندا يا رجل. المغرب ربع النهائي، ربع النهائي المغرب، ربع النهائي المغرب يا رجل، قسما بالله ربع النهائي المغرب. والله قتلوهم. المغرب للتاريخ، المغرب. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه العظمة والجمال والابداع اللي بتعملوه في الملعب ده؟ ما بيحصلش بيكم حاجه. الله اكبر بجد والله العظيم، الله اكبر عليكم. ايه ده يا جدعان؟ ولا بونو؟ اقسم بالله يعني نص قوه المغرب في بونو. ايه ده يا جدعان؟ ايه منتخب المغرب ده؟ مش طبيعي والله العظيم، مش طبيعي. وناحي يعبروا بنا. شكرا للدراري، كان ماتش زوين، كان صعيب لانهم لعبوا واحد النوع ديال الكره اللي ما خلاوناش نفرضوا الستيل ديالنا. رحيمي خويا، البيت الاول هذيك الحركه اللي درتي بلا ما ندخلوا في التفاصيل، و البيت الثالث بالثلاثة من أناحي لسفيان رحيمي. الله أكبر. ولو الصين عندها سور الصين العظيم فالمغرب عندها ياسين بونو، ده يتعمل له تمثال كده. الله أكبر الله أكبر. 5 وخميسة. مين اللي شكك وقال اصل المونديال اللي فات كان مجرد صدفة والمونديال ده كمان مجرد صدفة؟ المغرب ورسميا لتاني مونديال على التوالي. ألف مليار ألف مبروك للأشقاء المغاربة. المباراة كانت صعيبة من الأول لكن العبرة في الخواتيم. تستحقون الترشح للربع النهائي عن جدارة. مليار ألف مبروك. منتخب المغرب مش فارق معاه هيواجه فرنسا، هيواجه الباراجواي. اسود الاطلس النهارده عملوها ثلاثيه نظيفه، هدفين لأناحي وهدف رحيمي. ايه المتعه دي؟ منتخب المغرب ما شاء الله ضمن الكبار، ياسين بونو، أناحي ومرابط والعيناوي وبعدي، فرقه جباره. مباراة للتاريخ ورب الكعبة، ومنتخب المغرب صار مرعب وكابوس لجميع منتخبات كأس العالم حاليا. منتخب شرف جميع العرب بلا استثناء، وأثبت أن المنتخبات العربية قادرة أنها تنافس على لقب كأس العالم ومن دون خجل. حط لي البيوت اخويا، حط لي البيوت اخويا ابراهيم، يرحم والديك اخويا ابراهيم. والله تتنفسنا بالله هي وتقبل الريه. الحمد لله والشكر لله. احسن ماتش دار ابراهيم فد الكروس اللي دار اللي عطى أناحي البيت الثاني. بعد شوط اول الاداء كان فيه متواضع. ياسين بونو كان حاضر وتصدى وخلى منتخب المغرب بالمباراة واعطاهم فرصة ثانية للشوط الثاني. وبالفعل بالشوط الثاني شفنا منتخب المغرب اللي نحن بنحبه، شفنا اللعب، شفنا التمريرات، شفنا استغلال الفرص اللي كنا قاعدين عم نحكي عنها. أناحي كان بالموعد بهدفين، الاثنين اجمل من بعض. هو سفيان رحيمي ابكي وهبي. ارفع عليك القبعة يا رجل، والله ارفع. يا عيني على المرتد، يا عيني على رحيمي، يا عيني على سفيان. ديما مغرب. سفيان رحيمي يضع بصمته في كأس العالم ويسجل أول هدف له في كأس العالم. منتخب المغرب إلى دور الثمانية إن شاء الله. إلى الأمام محمد وهبي مدرب المنتخب العربي، منتخب المغرب. والله جنود. هلا مغاربة اسبوعة ورجالة. تعالى هلا مغاربة اسبوعة ورجالة. منتخب المغرب هذه السنة أو هذه
البطولة أنا أحس أنه يمكن يوصل ليبعد حتى من نصف النهائي، هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن ديما المغرب. كل التوفيق للمنتخب المغربي. بعد مباراة هولندا واليوم كندا باقي فقط يتجاوز المغرب فرنسا، وإذا فعلا فازوا على فرنسا أقوى منتخب بالبطولة نقدر نقول وقتها مبروك المغرب رسميا على الفوز بكأس العالم. وتعال يا فخر العرب، المنتخب المغربي يقصي المنتخب ايه ده؟ قتلوا ايه ده بجد والله العظيم؟